شهد الله فاضل طابت أوقاتكم نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر الأفورقي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. جهود للدفع بالتنمية الزراعية في إقليم عنسبة. دعوة للاهتمام برياضة النشء. البرازيل تسمح برسوم سفينتين حربيتين إيرانيتين رغم الضغوط الأمريكية. تايلاند تستضيف مناورات عسكرية دولية بأكبر حضور أمريكي. اتفاق بين صربيا وكوسوفو لتطبيع العلاقات بينهما. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. توجه فخامة الرئيس ياسر الأفورقي إلى المملكة العربية السعودية بعد ظهر اليوم تلبية لدعوة من حكومة المملكة في زيارة تستغرق يومان، وكان في استقباله لدى وصوله مطار خالد الدولي في مدينة الرياض نائب أمير منطقة الرياض ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والدكتور مساعد العيبان وزير للدولة وعضو مجلس الوزراء، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف. وسيبحث الرئيس السياسي الأفورقي في الزيارة سبل الدفع بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وتطورات الأوضاع العالمية ذات الاهتمام المشترك. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة بأن الجهود مستمرة لتوزيع البذور المحسنة على المزارعين، وأوضح مسؤول وحدة تنمية النباتات السيد يوناس أبراهام بأن هذه البذور المحسنة تتحمل الجفاف والأمراض وسترفع الإنتاجية، وقال أن البرنامج بدأ عام 2000 بتوزيع صنف كونا من الدخن، وتوسع حاليا ليشمل 12 صنفا من الدخن والذرة الرفيعة والقمح والشعير والحمص الأخضر. وذكر بأن إقليم عنسبة باعتباره جاف وشبه جاف مناخيا فإن من المهم إدخال بذور تتحمل هذا المناخ وتحصد في غضون 90 يوما ولها القدرة على تخصيب التربة. وأشار إلى أن المزارعين كانوا يحصدون من 4 إلى 6 كنتال من الدخن والذرة بالبذور المستوطنة، وتمكنوا حاليا من حصاد 12 إلى 16 كنتال من الدخن والذرة ومن 16 إلى 25 كنتال من الشعير والقمح باستخدام البذور المحسنة. وأفاد بأن البذور المحسنة منتجة من قبل المؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية في حلحلة بالإضافة إلى كلية الزراعة في حمل مالو. دعا مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخليه إلى الاهتمام برياضة الأطفال في إقليم جنوب البحر الأحمر، وقال في الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر الخامس للاتحادات الرياضية في الإقليم والذي عقد بمدينة عصب يوم 26 من فبراير بأن على الاتحادات الرياضية وضع خططها بما يتماشى مع تنشئة الأطفال بالرياضة والقيم السمحة وكذا الوصول إلى جميع المناطق. وقدمت في المؤتمر تقارير عن الأنشطة الرياضية المنفذة من فرع الرياضة بالإقليم وعلى مستوى البلاد والإقليم في السنوات ال8 الماضية. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاهي بأن إدارته ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح البرامج الرياضية. كما انتخب المؤتمر هيئات إدارية للاتحادات الرياضية لمدة 4 سنوات. أعلن فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة القيام بأعمال بناءة خلال العام الماضي للدفع بالمشاركة المتوازنة للمرأة في برامج التنمية. وأوضحت مسؤولة المشاريع في الفرع السيدة ترحاس نرآيو تنظيم الدورات التدريبية للمرأة المزارعة لمساعدتها في تنفيذ أنشطتها الزراعية، وأشارت إلى توزيع المناحل مع كامل مستلزماتها ل20 امرأة في مديريات حلحل وقلب وعتكليزان وعيلة برعد، ودعمهن بمبلغ 60,000 نخفة. وأوضحت برامج هذه السنة المتمثلة في تأطير المرأة حسب المجالات المهنية وتوزيع المناحل للناشطين في هذا المجال وتنظيم الدورات التدريبية. أفاد مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة بازدياد إنتاج زيت السمسم بالطرق التقليدية والحديثة بمختلف مديريات الإقليم.
وأوضح مسؤول الرقابة الإقليمية في المكتب السيد حقوس قبر مريم ارتفاع استخدام زيت السمسم، مشيرا إلى وجود حوالي 250 شخصا يقومون بإنتاج زيت السمسم بالوسيلة التقليدية وأكثر من 25 بالوسائل الحديثة. وذكر مسؤول تنمية النباتات السيد جيت هايلي ميكيل وجود مساحة أكثر من 110 ألف هكتار تتم زراعتها بالسمسم سنويا، إلا أن المزروع منها لا يتعدى 40 ألف هكتار، ولكن تزداد زراعة السمسم لارتفاع نسبة الاستخدام حاليا. كما دعا المزارعون لزراعة السمسم بسبب فوائده الغذائية والصحية والنقدية، خاصة في مديريات عالي القاش وقلوج وشامبقة وملقي. وقال صاحب مصنع زيت السمسم في بارونتو السيد قبرز قابهير قبر برهان عودة المجتمع لاستخدام زيت السمسم في الطهي بدل الزيوت غير المعروف مصدرها وجودتها، مشيدا بمتابعة وتشجيع وزارة الزراعة لتحسين إنتاجهم. دعا قائد شرطة مديرية صنعاء النقيب تخصص تخلي الطلاب الشباب لتجنب الجرائم والمخالفات والاهتمام بالتعليم، وشرح في السمينار الذي عقده لطلاب مدرسة السويرة الثانوية القانون وأهميته ودور الشباب في مكافحة الجريمة وأهداف القانون الجنائي والمدني ودور الشباب في الحد من الحوادث وأضرار وتأثير الجرائم. وذكر القيم السمحة التي يتحلى بها المجتمع الإريتري والتي يتوجب توارثها عبر الأجيال. من جانبه نصح مسؤول مكافحة الجريمة السيد أبراهام كفل مريم الطلاب للابتعاد عن المكيفات الخطيرة التي تدفع لارتكاب الجرائم وإعاقة مستقبلهم. وأشار مدير مدرسة السويرة الثانوية الأستاذ هابتاي قبر مسقل إلى دور القيم التي يتمتع بها الشعب الإريتري في مكافحة الجريمة والمخالفات، داعيا إلى مواصلة مثل هذه السمينارات للتعريف بها وتوريثها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. رست سفينتان حربيتان إيرانيتان في ريو دي جانيرو بعد أن صرحت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا لهما بذلك على الرغم من ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا لمنع رسوهما. وقالت هيئة ميناريو في بيان أن السفينتين الحربيتين إيريس مكران وإيريس دينا وصلتا إلى ريو دي جانيرو، ويمكن أن تسمح البحرية البرازيلية لسفينة أجنبية بالرسو في موانئ البلاد، لكن بعد تصريح من وزارة الخارجية التي تأخذ في الاعتبار العريضة المقدمة من السفارة صاحبة الطلب والجوانب اللوجستية. ولا يزال وجود السفينتين الحربيتين الإيرانيتين على الشواطئ البرازيلية يزعج الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء علاقات أوثق مع إدارة لولا دا سيلفا التي تولت السلطة مؤخرا في البرازيل. بدأت في تايلاند مناورات عسكرية والتي تعتبر أكبر مناورة عسكرية مشتركة في البر الرئيسي الآسيوي بمشاركة 30 دولة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المناورات تستمر حتى 10 من مارس، وتشهد أكبر حضور أمريكي منذ نحو 10 أعوام في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع تايلاند في ظل تزايد المنافسة الجيوسياسية العالمية. وقال روبرت دوديك مبعوث الولايات المتحدة إلى تايلاند أن هنالك أكثر من 6000 جندي أمريكي يشاركون في المناورات الحربية الأكبر منذ عقد من الزمان. وكان قد تم إطلاق المناورات لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود، وتم اعتبارها هذا العام بمثابة عودة إلى التدريبات واسعة النطاق بعد تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم. وافق الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيت ورئيس وزراء كوسوفو إلبين كورتي على اتفاق يدعمه الغرب لتطبيع العلاقات، وشدد على عدم الحاجة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن الاتفاق. في حين قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه لا تزال هنالك حاجة لمزيد من المفاوضات. وأوضح المسؤول الأوروبي أن الملحق الخاص بالتنفيذ هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق ولم يتم الانتهاء منه بعد. وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي أن الهدف من الاتفاق هو تسهيل الحياة على مواطني كل من كوسوفو وصربيا، على سبيل المثال من خلال الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية مثل جوازات السفر. والخطة المكونة من 11 مادة تنص على أن صربيا لن تعارض انضمام كوسوفو إلى أي منظمة دولية وهو طلب رئيسي لها.
في الخبر الأخير، تمكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح بروتوكول أيرلندا الشمالية ما بعد البريكست الموقع في يناير 2020. ويفرض هذا البروتوكول المثير للخلاف بين الطرفين مراقبة جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى أيرلندا الشمالية. ويأتي التوصل لاتفاق إثر لقاء استمر نحو ساعة بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في ويندسور قرب لندن لإجراء محادثات نهائية حول هذا الملف المتوتر. ويذكر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية الموقع في يناير 2020 يتحكم على انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية. جهود للدفع بالتنمية الزراعية في إقليم عنسبة. دعوة للاهتمام برياضة النشر. البرازيل تسمح برسوم سفينتين حربيتين إيرانيتين رغم الضغوط الأمريكية. تايلاند تستضيف مناورات عسكرية دولية بأكبر حضور أمريكي. واتفاق بين صربيا وكوسوفو لتطبيع العلاقات بينهما. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.